هو بس يبارك لك بيعمل معايا كده برضه، بيعمل مع كل الناس. خطير. فبني ادم عسل، صح. انت فاهم. اقنعني، فقلت له يلا. ومن هنا انطلقت الشراره، وبدات ليلى ترجع تاني، وملك بدات تطلب، وبداوا الاثنين يمثلوا وبداوا ينجحوا. وليلى خطواتها الحمد لله كانت قويه في سن صغير. يعني 16 سنه كانت بتعمل بطوله في بيتنا روبوت. اوكي. انت فاهم. الجزء الاولاني مش عارف 17 سنه كانت بتقدم برنامج اللي هو هزر فزر معلولي. وتغير الاسم عشان يبقى معلولي علشان تبقى هي. وغنت التتر بتاع المسلسل والبرنامج. واللي اكتشف فيها حته الغنى دي هشام. اوكي. وكانوا لسه ما فيش اي حاجه بيمثل بس. وكان بيحبها كممثله شابه طالعه جديده. بيقدمها زي ما قدم ناس كتير قبل كده. انت فاهم.